صباحكم معطر بذكر الله. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى فيديو جديد ومختلف جدا، وكملي الفيديو هيعجبك جدا. النهارده رحت السوق كده صحيت بدري وقلت لا، لازم ان انا اشوف طلبات البيت وهعمل اكله حلوه معاكم، عشان خاطر بقى ايه يعني يعني احساسي كده هوت ان في ناس بتحب الروتينات اللي هي بتاعه المطبخ وشغل المطبخ. جبت ايه من السوق يا بيرو؟ قولنا بسرعة كده اهوت. جبت رواق طري، جبت لحمة مفرومة، جبت خيار وطماطم وفلفل، اللحمة المفرومة، جبت طعمية سخنة. آه، اليوم دوت يوم السبت طبعا. زوجي كان موجود فبدأت ان انا اعمل فطار حلو بقى، وجبت خيار وجبت بريكس وكورولوكس الوان، قصدي اوكسي، عشان كروكس اصلا مقاطعة جبت اوكسي. جبت بقى طبعا بتنجان ابيض واسمر، وجبت كمان فلفل. يعني بجد هعمل اكلة حلوة جدا وكلنا بنحبها. هبدأ ان انا بقى اشيل كل حاجة، واشوف بقى الطماطم اللي هي في التلاجة اللي عندي، احاول ان انا ايه اخد منها الكويسة، واخد برضو من اللي انا جبت منها. لو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختك عبيري، يسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. ولو انتي من اصحابي واخواتي يبقى حبيبتي عامله ايه؟ كويسه بخير؟ طمنينا عليكي في الكومنتات. بدات ان انا احط البطاطس بقى، وهحط برضو الخيار والطماطم. بحب ان انا احطه في الكيس زي ما هو، بجد بيقعد معايا فتره طويله. انا حاولت ان انا احطه في المناديل يا بنات، طبقه مناديل وطبقه الخيار واغطيه، بجد بيدبل معايا. ما شاء الله. يعني الفكره دي هي اللي وصلت ليها، هي اللي حلوه يعني. طبعا جبت برضو فوط وحطيت من تحت فوط، وحطيت الخضار برضو دبل معايا. فالخطوة دي هي ما شاء الله هي اللي نجحت معايا وخلت الخضار معايا طازة. طبعا الاكلة دي بهديها لاخواتي واصحابي الصغيرين، العرايس اللي يعني ايه هيتجوزوا كده ولو انتي برضو لسه ربنا ما كرمكيش، ان شاء الله يكرمك بعريس حلو كده باذن الله. وتكوني قبلها تكوني شاطره كده في المطبخ، وتبقي بصي يعني عايزه اقولك تبقي فرتيكه كده، تبقي عارفه كل حاجه، وتنزلي السوق كده مع ماما. لو انتي شاطره كده وتنزلي لوحدك تجيبي الحاجات، يبقى برافو عليكي. هتجيبي بقى هتنقي الطماطم، هتنقي مثلا الخضره، هتنقي البتنجان كده وسط، كل حاجه تعمليها يعني بريفكت. بصوا بقى هنا هحضر الفطار بقى. حطيت سمنه بلدي، وهحط بقى البيض كده، واحط عليه الملح والفلفل، وعملت جبنه قريش بحبه البركه وخيار وطماطم كده كنت جايباها من تحت معايا. تمام. طبعا الفلفل الالوان اللي ورا دوت انا سايباه، بتاع دوت احطه مع اللحمه المفرومه، هيدي طعم حلو جدا. بس انا بصراحه هوريكم يعني في الفيديو ان انا كسلت ان انا ايه اعمل الاكله ديت، او ما كسلتش، قلت اخليها تاني يوم عشان خاطر زوجي ما يعني من النوع اللي ما شاء الله مش اكلته كتيرة ولا كده يعني. بأقل حاجة بنشبع الحمد لله، ولك الحمد والشكر. هبدأ بقى. بص، اول حاجة بتعمليها تريحي شوية وتشربي حاجة كده فريش كده هوت، حاجة ساقعة كده هوت، انتي عاملاها طبعا في البيت طبيعية. تمام. وبعد كده بتخشي بقى تبدأي بقى، طبعا بتشطفي الاول وبعد كده تخشي بقى تبدأي، عشان خاطر تبدأي كده وانتي مركزة، مفيش حاجة تنسيها، مفيش حاجة تنقصيها، فاهماني؟ هتبداي تقطعي بقى بصل كتير عشان خاطر المحشي بيحب البصل. فانا بقى قلت عشان خاطر بقى ايه الوقت وكده، هعمل في الكبة. طبعا النظافة يا بنات اولا اولا. انتي طبعا يعني عروسة وداخلة في بيتك، فانتي لازم النظافة دي على طول، وتكوني مرتبة كمان في شغلك. ما ينفعش بقى البهدلة والكلام ده كله. تمام. طبعا في ستات وليها الاحترام، يعني بتحب ان هي تشتغل وفي الاخر بقى المواعين تتغسل والكلام ده. بس انا بصراحة من النوع اللي انا اي حاجة بتتبهدل مني بقوم ايه يعني غسلاها وكده. يعني اللي زي الخلاط، الكبة، الحاجات دي كلها بضرب فيها واخلصها، وبعد كده اقوم غسلاها واخليها تصفي، وبعد كده ادخلها مكانها. طبعا الاجهزة زي ما عودتكم ان احنا لازم ننضفها على طول بمنديل وايبس، او اللي انا عاملاه البخاخ دوت. تمام. هتشدي طبعا الفيشة وتنضفي.
بس انت لازم تنضفي عشان خاطر ما يتزحمش عليكي، ما يبقاش مليان اتساخات، لازم يبقى ايدك فيه على طول زي ما قلت لك. كل فيديو لازم اقول لكم المعلومه دي يا بنات عشان خاطر ما تنفعش تنسيها. تمام. تمام يا احلى بنات في الدنيا. طبعا عايزه اشكر البنات بقى، يعني شكرا شكرا، وتسلم ايديك وعينيك يا رب على الكومنتات اللي زي القمر ديت، وشكرا على اللايكات الحلوه. طبعا انا عارفه في ناس ما بتتفرج ما بتحطش اللايك، يبقى زعلانه منك جدا. حطي لايك عشان خاطر تفيدي غيرك. بصوا تخديعة المحشي بتحب الزيت الكتير والبصل الكتير، تمام، عشان خاطر تطلع طبعا مظبوطه معاكي. والخضره انا بقطعها بكل سهوله، مش بقطعها على القطاعه، لا بقطعها بالمقص عشان خاطر بسرعه كده وانجز فيها وما اخدش، ما اعملهاش على القطاعه ليه، عشان خاطر ما عشان خاطر الفايدة بتاعتها. بصوا التنظيف بقى على طول بالبخاخ كده وبالقماشة على طول، التنظيف الرخامة دي تبقى زي الفل معاكي. بس هنا هخلي البصلة تدبل شوية، وطبعا هحط معلقة توم، عايزة تحطي معلقة ونص حطي، معلقتين براحتك عادي. تمام. في ناس ما بتحطش برضو توم. حطيت الطماطم، ولازم عشان خاطر تبقى معادلة كده هوت، ما يبقاش طعمها اللي هو فيه حموضة على الصدر، تحطي معلقتين سكر او معلقة. تمام. وهتحطي بقى فلفل اسود وكمون، وبعد كده ملح، وبس كده. ممكن تحطي مرقة بس انا ما كانش عندي، كان ناقص يعني. بس كده هحط نص الخضرة، وبعد كده هحط الباقي لما تتسبك. تمام. عايزاكي بقى لو انتي كده هوت يعني صغنونة، خشي مع مامتك كده وتشجعي واعملي معاها، عشان بجد، وروحي معاها السوق وشوفي هي بتتكلم مع البياعين ازاي، بتشتري ازاي، بتنقي ازاي، عشان خاطر تتعلمي، عشان تبقي انتي كده معتمدة على نفسك ان شاء الله بعد ما تتجوزي، عشان تبقي كده ايه يعني شاطرة شطورة. بصوا كده بعمل كده كوباية شاي كده في المج ده ليه قصة جامدة. هو الله يرحمه اتكسر للأسف بعد ما غسلته، بعد ما شربت الشاي وخلصت لقيته اتكسر. يلا فداية بقى. القصة جامدة ان بنت اختي سما سموكة ربنا يخليها لمامتها، بنت اختي فتحت النيش كده لما جت عندي، وكانت عايزة تشرب في المج الصغير، كان اصغر من ده. فقلت لها بصوا بقى، انا خدت الحاجات وخدت المشروب بتاعي وقعدت بره، عشان خاطر ان انا اور وانا قاعده كده بتفرج على الحاجه اللي بحبها. تمام. وبعد كده ارجع بقى، خلاص انا اول حاجه بعملها التخديع عشان خاطر ايه، اكون خلصت من حاجه. كل ده بدري بقى عشان خاطر ان انا انجز. بصوا هحط ايه الخضره التانية. بس اكمل لكم بقى الكلام. بعد ما فتحت النيش كانت عايزه زعقت لها بصراحه وقلت لها لا وبتاع. فهي لو بتسمعني بقى حبيبتي يا سما ما تزعليش، ان شاء الله ما تيجي المره الجايه هشربك فيه، هشربك فيه كوبايه لبن، هشربك فيه قصدي لبن. بس كده يا بنات. فانا بقى قلت طب وليه لا، وليه لا ان احنا يعني ما نشربش ليه في المجات ديت، في الفناجيل، قصدي الفناجيل ديت ليه ما نشربش فيها، نشرب فيها انا من النوع اللي يعني ايه، في ناس بتحب ان هي النيش دوت ما تفتحوش ولا تيجي جنبه، لا ناخد منه ونستخدم الحاجه ونرجعها نحافظ عليها. بس انا للاسف ما حافظتش عليه يعني، بس غصب عني والله يا بنات اتكسر مني. يلا الحمد لله. بصوا بقى كده حطيت بقى الشوربه، وبدات ان انا خلاص بقى خلصت. طبعا بقى ايه، انا حطيتها على النار ولقيت المطبخ يا بنات يعني متبهدل، ما اكدبش عليكم، من قبلها بيوم. فانا قلت لا لازم ان انا ايه ادعكه ببريكس، ريحته نظافة وتطهير، وبجد بيخلي الارض كده هوت، بصوا يعني متطهرة وريحتها كمان حلوة، وبيخلي يا بنات ريحة الارض حلوة قوي، تحس ان انتي مبسوطة من نفسك ان انتي نضفتي بريحة حلوة كده هوت.
الكيس دوت انا جايباه ب13 جنيه. بس كان الاول ب10، كل شويه بيغلوا فيه بقى عشان في ناس كتير عرفته. هو بصراحه يعني حلو كمان للسيراميك، ممكن كمان تدعكي بيه السيراميك، المطبخ، الحمام، غير المسح يعني تغسلي بيه الحوض، عين الحمام. بجد بجد يعني حلو في كل حاجه. انا بمسح بيه وبنضف بيه برضو، بصبن بيه وكده، فبجد حلو قوي. بس عايزه اقولك بقى، لو انتي بتخافي على النيش زي ناس كتير فاقولك لا، جيبي الحاجه اللي نفسك فيها، ويعني اشربي واستمتعي بالحاجه اللي فيها ورجعيها وحافظي عليها. ما تبقيش زي يعني انا، ان شاء الله احاول احافظ والله. بس انا كان في وقت زحمه والله، كنت غاسله مواعين كتير ولقيته اتدحرج كده وقع. يلا الحمد لله. بصوا بقى، بصوا المحشي وما شاء الله وحلاوته. طبعا انا كنت هعمل بقى رواق طري معاه، وان شاء الله في فيديو تاني، عشان خاطر يعني جوزي قال لي حلو كده رضا. قلت له خلاص تمام. فاعمل شويه سلطه كده. عندك مخلل تمام، عندك سلطه، بس اهم حاجه السلطه لو عندك ولادك، عشان خاطر انت كده بتديهم فايده، وبتديهم فيتامين وحاجات يعني مفيده جدا. الخيار فيه فيتامين، الجرجير، الطماطم، كل حاجه انت بتقطعيها في الطبق دوت بتستفاد، جسمك بيستفاد بيه. بس قولي لي بقى في الكومنتات، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويبقى خفيف عليكم كده. ولو لسه موجوده معايا في الفيديو فحطي لي احلى لايك من ايدك الحلوه. بس انا كده الحمد لله كده يومي. وبجد بجد انا سجلت اهو الفيديو معاكم. بصوا يعني مش قادره، عاوزه ان انا اريح بقى وانام عشان صاحيه بدري. بس يا بنات، الصحيان بدري دوت مفيد جدا، وبجد بتحسي ان انت جسمك مرتاح، وبتنجزي كمان في البيت حاجات كتيره جدا. تعملي كذا حاجه. انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو كمان، يعني ما تملوش من الفيديو. هو الفيديو خفيف وحلو جدا. هتبصوا هتلاقوا كمان تشجعوا ان انتوا بصوا هتعملوا حاجه تانية. فانا بعد ما خلاص خلصت الاكل وكلنا، قمت بقى ايه على الحمام. لقيته بقى ايه، طبعا مش في حالته مش في حالته الطبيعيه خالص. بس كده بدأت ان انا اخش بقى اديله ايه يعني تنظيفه كده تمام. وبجد احنا بنعاني بقى من المية الضعيفة، مش عارفة في ايه. فحاول ان احنا نشوف بقى سباك كده عشان خاطر الموتور، والمية ضعيفة خالص يعني. انتوا هتشوفوا معايا، بصوا عاملة ازاي سرسوب. وبجد رغوته حلوة جدا، وجربوه يا بنات. هيعقم معاكوا ويديلكوا ريحة حلوة كده. وفي نفس الوقت ان انتي الريحة بتفضل كده بعد ما بتخلصي وبتنضفي الدنيا وتنشفي كده، بتلاقي الدنيا كده ريحتها يعني زي الديتول كده، هو بيبقى قاعد في المكان كده، هو اللي هو الديتول الاصلي بقى. بس كده بدأت ان انا اخلص الارض كمان، وانضفها كده واخلصها. بس مخدش معايا وقت خالص يا بنات، ما شاء الله. عشان بقى ايه يعني، ما شاء الله الحمام بيبقى ما شاء الله عندي نضيف، عزكم الله. بس هو يعني الحمام بس اللي بتبقى مبهدله عندي، والحوض طبعا الحيطه على طول بعملها بروتين الاسبوعي. الروتين بقى اللي هو العميق بقى، بدي الحيطه مرشه حلوه. بس كده بصوا المطبخ رايق وجميل. بس بعد كده الحمد لله خلصت. بوريكم الفايل لوك، وهتوحشوني جدا جدا يا اخواتي لحد الفيديو اللي جاي. واشوفكم في رعاية الله، مع السلامة. باي.